ماشي ضروري يكون عندك رافينيا باش تربح على اتلتيكو، والريال بلا فالفيردي بحال طاجين بلا بطاطا. هادشي انا بعدا اللي اكتشفتو في هاد الجوله الاخيره ديال الليغا. الريال كتخسر مع مايوركا، والبارسا كتربح على اتلتيكو في وسط مدريد باش يولي الفريق 7 النقاط. ميساج واحد مع الريال، هاك خود الدوري انا ما بغيتوش. واش بصح غير بيريز فهمنا حنايا بعدا واش بغا يربح الدوري؟ داك الفرص كاملين اللي كيضيعهم مبابي، كيضيع شي 3000 كيماركي لك وحده، راه ما يمكنش شحال من فرصه جاتو البارح وضيعها راه بزاف. على عكس البارسا اللي كيربحوا على اتلتيكو بجوج لواحد في وسط مدريد، وكيديروا داك اللعبه ديال عصفورين في حجر واحد، عندهم جوج رباحات في دقه واحده. كيفاش اجي نقول لك؟ اول حاجه هو ربح اتلتيكو وانت خسرتي مع مايوركا، اذا غادي يولي الفرق 7 النقاط. الثانيه هي الربح المعنوي ديال اللعابه، لانه ماشي بزاف غادي تلعب مع اتلتيكو في الشامبيونز ليغ. والنيت في الماتش ديال البارح واحد الاداء خيالي من عند يامال، صراحه يامال كيفكرك في ميسي شي شويه، وكيشد كره كيدريبلي بها كيخلط 4 في دقه. شنو غتقول على هادي؟ ولا بقى هكا زعما بنفس هاد النيفو هذا غادي ينافس على جوائز فرديه بزاف. اما حنا نطلبوا والله مبابي يتقاد شي شويه. عاودنا في الماتش ديال الباير، ماتش صعيب مع الماكينات الالمانيين اللي البارح ربحوا 3-2، اللي واقيلا البارح في شي 20 دقيقه بحال هكا قلبوا الماتش كامل، كانوا خاسرين 2-0 شي 20 دقيقه كما قلت لكم ما متاكدش ماركاو 3. غير الله يحفظوا لاني في الشامبيونز ليغ كتقاد القضيه شويه. يلا شكون كان يقول ربحوا السيتي وحنا ربحنا الي روتو. المهم الا وصلت لهنا وعجبك هذا الريل هذا ما تنساش بديك لايك وفولو. هذا ما كنت في الريل كان معكم حسام، تهلاو.